أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنجدد التحية الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام. مشرفنا يا فندم. ده شرف لي يا فندم. بالتأكيد الخبر الأهم النهاردة بالنسبة للأخبار المحلية هو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، فرد المسؤول قائلا 700 مليون دولار. أستاذ محمد، بداية أهمية مثل هذه المشروعات العملاقة في دعم الاقتصاد المصري، ومشروع زي ده تحديدا الكوارتز ازاي بيكون مفيد للصناعة المصرية والاقتصاد المصري؟ ده من أهم المشروعات الاستراتيجية، ليس فقط المشروعات الكبرى الصناعية، وبيتميز بدورة الإنتاج الكاملة. عندنا المادة الخام والأولية الكوارتز، ثم لدينا أساليب التصنيع الحديثة واستجلبنا أحدث تكنولوجيا مطبقة في العالم، ثم الجودة أو الكواليتي، النقاء، درجة نقاء الألواح والمواد المخرجات المشروع أكثر من 99%. دي بتتبوأ فيها مصر الدرجة الأولى في العالم. يضاف إلى قائمة من المشاريع الاستراتيجية بعد مشروع الرمال السوداء، والعديد من المشاريع الأخرى في البنى التحتية والكهرباء والاتصالات والتعمير ومشاريع النفطية ومشاريع الغاز والمشاريع الاستراتيجية الأخرى، بل حتى والمشاريع المتعلقة بالصحة. مصر تبوأت فيها مراكز كبرى. المشروع النهاردة كان في آليات الإنتاج الكبير، دورة الإنتاج السريعة خلال 3 سنوات أو يمكن أقل. سيكون هناك تغطية لهذه التكلفة التي قد يراها البعض بمعايير اليوم كبيرة، ولكن مع اتساع الأسواق والوفر الغير مباشر الذي ستحققه مصر من أولا عدم دفع عملات صعبة في استيراد المواد من الخارج، ثانيا وهو الأهم توفير الاحتياجات للسوق المحلي، ثم البدء في تطوير صناعة متطورة تتمتع بآليات الإنتاج الكبير والميزة النسبية المتمثلة في وجود المواد الخام التي تحتفظ مصر فيها بدرجة عالية من التميز وتوافر المناجم التي تتيح التوسعات حتى في المستقبل لمثل هذه المشاريع. طيب أستاذ محمد، يمكن من التصريحات اللافتة النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد المستمر لرجال الأعمال، سرعوا، انجزوا. احنا في حديثه مع رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة أو صاحبة المشروع بيقول له احنا ممكن حتى نتواصل مع السفير الإيطالي، مع الدولة الإيطالية، نجيب مستثمرين آخرين، عايزين ننجز. رسالة واضحة لكل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب. بكل تأكيد دي من أهم الرسائل لافتتاح اليوم، التأكيد على دور رجال الأعمال وعدم إضاعة الوقت بالمعنى المباشر. ما تضيعوش وقت، يعني المشروعات موجودة، سواء الناس أو المستثمرين حابين أن هم يدخلوا في المشروع بمفردهم أو بالمشاركة مع جهاز المشروعات الوطنية. الحقيقة الرئيس قال الكلام ده، وكل أمل ونأمل أن يكون في تجاوب من رجال الأعمال. احنا عندنا خارطة استثمارية بالمواد الأولية التي يمكن استثمارها بشكل عالمي في العديد من المناطق، في الجنوب، في الشمال، في الغرب، في سيناء التي تذخر بالكنوز والمواد الطبيعية. والحقيقة أن مشروع النهاردة واحد من النماذج اللي بتدي إزاي ممكن مشروع يعني يبتدي كبير. والمشروعات طبعا احنا عارفين رأس المال جبان، والقطاع الخاص سواء المحلي او المستثمر الاجنبي او العربي بيهمه في النهايه اولا تشريعات الاستثمار، ودي انجزنا جزء كبير جدا منها بقانون الاستثمار اللي الرئيس اصر انه يصدره. يعني انا بغطي اقتصاد وسياسه ومسافر بقالي 30 سنه،
والقانون صدر امبارح في عهد الرئيس السيسي في عهد الجمهورية الجديدة. اللائحة التنفيذية بتاعته، المشروعات الجديدة، التذكرة الذهبية أو المستثمر الذهبي. الحقيقة في العديد من الحاجات اللي ما كانتش موجودة في سنوات سابقة. مش هنتقد، ولكن ترتيب الأولويات كان مختلف. احنا دلوقتي العالم متغير بشكل كبير جدا، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة. الأزمات الصحية، الحرب الروسية الأوكرانية، المشاكل الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم بشكل كبير جدا، الضغط من البنك المركزي الأمريكي على العملات العالمية برفع الفائدة 10 مرات متتالية، المشاكل الجيوسياسية، وأخيرا التوترات الإقليمية وعودة رأس الإرهاب ليطل في بعض المناطق، والتوترات السياسية في بعض الدول حتى منها للأسف المجاورة في السودان كل الحاجات دي الشقيق. خلت المستثمرين وأصحاب الأعمال في كل مكان في العالم يأجلوا يفكروا بشكل يأجلوا جديد. توايس، ثينك توايس. طيب، وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وأكد الوزير حرص سوريا والأمم المتحدة لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. الأزمة السورية والأشقاء في سوريا، ويمكن كان التحرك الأخير بعودة سوريا إلى الوطن العربي والمشاركة في اجتماعات القمة العربية في جدة. تحركات كثيرة تنبئ أنه بدأت الأمور تتحرك ولو قليلا إلى الأمام. بكل تأكيد. وخليني أقول حاجة، الحقيقة أن دور مصر كان داعم للدولة الوطنية في سوريا، وتحديدا الكلمة المهمة الدولة الوطنية في سوريا. وعدم تفكك سوريا وتحولها لمنطقة لبزوغ الإرهاب فيها من جديد. شفنا اللي حصل في العراق وسوريا بشكل ما، والتغيرات اللي حصلت، بل ودخول قوات أجنبية وأخذ شرائط من مساحات الأراضي السورية. الحقيقة أن مصر عمرها ما كانت بعيدة عن السوريين والمواطنين السوريين، وعندنا هنا مش هقول لاجئين، إخواتنا بيعاملوا معاملة المصريين، ومش عايز أقول أحسن. الحقيقة عمر ما مصر بخلت عن أشقائها العرب، والجانب السوري الحقيقة مهم عودته التي تأخرت كثيرا، وكان كل حاجة لها وقتها، ومصر رحبت بكده. وتبقى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الضغط من المجتمع الدولي على التسريع بعملية الحوار الديمقراطي والسياسي في سوريا، اللي مرتبطة ببعض الأمور المتعلقة بالعقوبات والعلاقات الثنائية فيما بين القطب الذي كان أوحدا في السابق والأقطاب الجديدة الصاعدة الآن، بالإضافة إلى التحركات الكبيرة سواء على المستوى الإقليمي من جانب مصر، من جانب السعودية، من جانب الإمارات، والميل إلى التهدئة من بعض القوى الإقليمية مثل إيران، مثل تركيا، للبحث عن المصالح. هذه هي اللغة الجديدة المشتركة في العالم. عودة للنقطة اللي تفضلت حضرتك بذكرها، وهي الملف السوري. مصر تهتم جدا نأمل جميعا أن يكون هناك عودة جيدة للعلاقات بين سوريا والشعب السوري. هو متواجد والعلاقات جيدة معه بشكل كبير جدا، ولكن لرفع العبء عن كاهل سوريا وهناك قضية اللاجئين والعديد من الأمور التي تحتاج إلى نظرها في المستقبل، وهذه هي بداية، وأعتقد أنها بداية جيدة. نتمنى كل الخير والاستقرار والسلام للأشقاء في سوريا. توجيه من الرئيس السيسي لرعاية لاعب المصارعة أحمد بغدودة. يمكن في اليومين ثلاثة اللي فاتوا كان قضية لاعب المصارعة أحمد بغدودة اللي طلع كلام كتير عنه أنه كان لا يتلقى الرعاية الكافية هناك، واضطر يعني جراء ذلك أنه يغادر معسكر المنتخب المصري في البطولة الأفريقية في تونس، واختفى في توجيه رئاسي من الرئيس السيسي شخصيا بتوجيه كل الدعم والعناية والاحتضان لبغدودة ولغيره من الكفاءات المصرية في كافة المجالات. أستاذ محمد، يعني نقطة مهمة جدا، عندنا الأكاديمية الوطنية للتدريب، عندنا أكاديميات وطنية مختلفة في مجالات رياضية وثقافية واجتماعية وعلمية عديدة، لكن للأسف يبدو أن هناك مشكلة ما. كيف نفهم هذا الوضع؟ خليني أرجعها بكل بساطة لغياب التنسيق.
يعني مش معقول يكون عندنا الأكاديمية، مش معقول يكون عندنا الدعم الكبير من وزارة الرياضة وأيضا الاهتمام من النوادي الكبرى، ويكون المشهد ده بالمناسبة، المشهد ده بيحصل في روسيا، في لاعبين روس بيتخلوا وبيتركوا المعسكرات في البطولات الدولية وبيتوجهوا لدول الأخرى. يعني مش عيب ومش أول مرة يحصل، وده أمر أعتقد أنه ناتج لظروف معينة وليست معممة. دي في المقام الأول. المقام الثاني اللي هو ضرورة الاهتمام بشكل أكثر ومركز بالأبطال الأولمبيين والعالميين، يعني اللي بياخد بطولة جمهورية، اللي بياخد بطولة شرق أوسطية، اللي بياخد بطولة أفريقيا، اللي دخل أولمبياد أو بطل عالم. يا جماعة الناس دي يعني بتميز مصر. انت يعني الابطال في امريكا يعني بيدفع فيهم ملايين الدولارات عشان يبقى بطل اولمبي ويحمل ويعزف السلام في المسابقات الدوليه. لازم برضو يعني نديله عذر ونتقبله، ومش كل اوجه النظر في الموضوع ده ايجابيه او قلبها على الراجل. لا، دي نقطه برضو تتخذ لمهاجمه مصر ولمهاجمه اقتصاد مصر ولمهاجمه يعني الموضوع مش بالسهوله اللي الناس باصه لها. برضو احنا يمكن عشان عندنا خبره وشفنا حاجات من دي كتير عدت علينا من دول بل اعتبر ان هي كبرى. اللاعبين الروس بيهربوا، اللاعبين اللي تشيك بيهربوا. يا جماعه الموضوع مش أول يعني ما مرة في العالم يتحولش بتحدث. بقى ليه يسيبوا الموضوع ويمسكوا في مصر ويمسكوا في يعني. والحقيقه ان دي لفته انسانيه جميله جدا من السيد الرئيس، ونتمنى ان على نفس قدر الاراده السياسيه والتوجيهات الحازمه. هي أستاذ محمد برضو أنا عايز أقول إضافة سريعة إنه ل- لازم يكون في نظام موجود. بالظبط. لازم يكون في دعم مادي وأدبي ومعنوي للأبطال، خصوصا الأبطال اللي حققوا ميداليات سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي. لازم يحس إن هو عمل حاجة للبلد، وإن البلد تقدر هذا الإنجاز الكبير، لأن ده بيكون دافع ليه ودافع لغيره من الشباب الصغير اللي لسه على الطريق إنه يستمر على النهج. فده أتمنى. شيء مهم جدا، واكيد يا توجيهات ريت الرئيس يا ريت ان شاء اتمنى الله يكون ان لها هي صداها السريع. تحرك المياه الراكده في هذا الموضوع المهم جدا. مصر ولاده، المصريين ابطال بالفطره، ولازم يتم الاهتمام بيهم. اذا ما كناش قادرين نحقق في حاجات تانية، نهتم بالرياضه بشكل اكبر. طيب، الخبر التالي: توجيهات رئيس الحوار الوطني يتسلم نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. توجيهات من الرئيس أنه يتم إعداد نسخة من مشروع هذا القانون ويسلم للحوار الوطني للنقاش قبل أن يحال للبرلمان. الحوار الوطني والتفاعل السريع والمباشر والمتابعة اليومية الآنية يمكن لكل الجلسات وما يدور في كل الجلسات والأروقة والحوارات، وحتى الاقتراحات البعيدة عن جلسات الحوار الوطني. متابعة رئاسية دقيقة وتفاعل بشكل سريع جدا. يمكن خبرنا النهاردة بيقول أنه نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب. التعليم والتدريب مهم جدا. مهم جدا. مهم جدا، والحقيقه ان يعني ممكن يكون ده واحد من اهم ثمار الحوار الوطني، انشاء مثل هذا المركز والاهداف اللي اقيمت يستهدفها. الحقيقه هتضيف الكثير للمصريين في المستقبل. التعليم، كل الدول المتقدمة تقدمت بالتعليم والتدريب لتعويض وإضافة خبرات جديدة للموجود، وليس فقط التعليم ويترك. احنا عندنا المشكلة يعني مش كلها في التعليم، لا، المشكلة في متابعة أسواق العمل، في التدريب، في التجهيز، الدورات المتعلقة بالإنتاج، المتعلقة بأولويات أسواق العمل والعمل الفني. أعتقد أن في مرحلة جديدة بتمشي بالتواكب. بدأنا بتطوير التعليم، ثم تطوير التعليم الجامعي، وأخيرا التدريب. وإنشاء مثل هذه الآلية أعتقد أن هي مهمة جدا، ويكون لها دور كبير في المستقبل لوضع وإعادة مصر لموقعها الطبيعي من الريادة إقليميا وعالميا. طيب، من ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية دعم الدولة الوطنية. موقف مصري ثابت في سوريا، في ليبيا، في غيرها من الدول سواء كانت عربية
أو دول خارج الإقليم العربي. مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 الليبية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتجهيز يعني القوانين الخاصة بإجراء الانتخابات. دعم مصر هنا أيضا نتحدث عن دعم الدولة الوطنية والإخوة والأشقاء في ليبيا. وهل اقترب الحل؟ خلينا أقول إن أي مبادرة تتجه لإنهاء حالة الاختلاف في ليبيا لابد أن نرحب بها. حتى وإن كانت بعض التجارب استغرقت وقتا طويلا أو لم تؤتي ثمارها، إلا أن أعتقد أن الاجتماع ده في ظل الظروف الحالية أعتقد أنه ملائم جدا لبدء مرحلة جديدة من الاتفاق وإدارة الأزمة الليبية بشكل مختلف. المبعوث الأممي يتغير، السفير الأمريكي، المبعوث الأمريكي، حتى في تغير في استعداد لتقبل أدوار جديدة في المستقبل. المشكلة في ليبيا سهل حلها، ولكن يجب أن تتضافر الجهود وينظر الجميع للهدف الأسمى وهو وحدة ليبيا. مصر لها دور كبير جدا وتقوم بكافة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والدعم الكبير في المحافل الدولية من أجل التوصل لحل وبدء مرحلة جديدة تنتهي بإقامة الانتخابات. وخلينا أقول مرة تانية، والأيام ستثبت ذلك، اتفاق القاهرة أو ما أعلنت عنه القاهرة والمقترح اللي أدلى به السيد الرئيس لحل الأزمة الليبية من وجود مجلس رئاسي ووجود رؤساء بالمناطق المختلفة في ليبيا. أعتقد أن الأيام ستثبت أن الحل ده كان الأفضل والأمثل للدولة الليبية الشقيقة، ونأمل أن يتحد الليبيون، لأن فايدة ليبيا وقوة ليبيا فيها قوة مصر، وأيضا تدعم الأمن القومي المصري وتدعم الأمن القومي العربي. نتمنى كل الخير والسلام والاستقرار للأشقاء في ليبيا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك يا فندم. متواصلين مع حضراتكم بعد الفاصل. وبنك التنمية الأفريقي أهم المشروعات التي يدعمها البنك، إلى أي مدى يستطيع توفير تمويل حقيقي تحتاجه القارة الأفريقية، وفي ذات الوقت يكون هذا التمويل لا يشكل عبئا على كاهل القارة من خلال فوائد الديون وغيرها. خليكم معنا.